عزيزي الاهلاوي الجميل، تعالى اقول لك على اهم اخبار النادي الاهلي والدوري المصري، وفي الفيديو ده مجمع لك كل اخبار النهارده. اول خبر هو هيفرح كل الاهلاويه ان هيتم اذاعه مباريات النادي الاهلي الوديه اللي في تونس عبر قناه النادي الاهلي الرسميه. ده ومش بس كده، مباراه بكره اللي هتكون مع الملعب التونسي اللي هتكون الساعه 8 مساء، مين اللي هيعلق على المباراه بقى؟ هو الكابتن عصام عبده. رسميا اللاعب كريم نيدفيد ينتقل الى سيراميكا كليوباترا. ومش بس كده، وسام ابو علي الى كولومبوس الامريكي بعد ما ابلغ زمايله بالرحيل. ومش بس كده، اجتمع مع المركز الاعلامي للنادي الاهلي وهيتم تجهيز رساله مصوره هيتم نشرها عبر الصفحه الرسميه للنادي الاهلي. ندخل بقى على اخبار نادي الزمالك. رسميا انتقال مصطفى شلبي من نادي الزمالك الى البنك الاهلي. ده ومش بس كده، الزمالك يتعاقد مع اللاعب الفلسطيني ادم كايد. هل الصفقات تخلص على كده؟ لا يا معلم، الزمالك يتعاقد مع الجناح الفرنسي تيدو اوكو لمده 3 سنوات. الزمالك خاربها صفقات يا معلم. محمد اسماعيل مدافع زد يقترب من الانتقال الى نادي الزمالك. ده ومش بس كده، احمد ربيع لاعبا لنادي الزمالك قادما من البنك الاهلي. الزمالك خاربها صفقات يا معلم، واكيد مش هنسمع حد يطلع يقول لك الزمالك جاب فلوسه منين والزمالك دفع اللي عليه منين. اكيد مش هنسمعها. بس كده، يلا سلام.